عبد الله مشعل كابتن بتفوزون اليوم؟ بإذن الله. فريق النجم ما يخوف؟ والله ما يحتاج بإذن الله غدا نفوز إن شاء الله. تشكيلة 4-2-3. خايفين من النجمة؟ لا بس نبي نقفل شوط الأول إن شاء الله. مباراة القمة للمجموعة الثانية. أي أكيد. بعد مباراة سهل يسوي. ليه؟ خايفين؟ لا بالعكس ما في خوف، لو خايفين ما سجلنا بالدورة كلها. لا بالعكس إن شاء الله اليوم الشباب كلهم على أفضل مستوى بإذن الله. مهزومين المباراة اللي طافت. كل الفرق تنهزم، لابد ما في فريق ما ينهزم. بعد لقاح البطولة المباراة اللي راحت. إن شاء الله أن يكون لقاح البطولة تشوفنا عن النهاية بإذن الله. بإذن الله نجيب الانتصار بإذن واحد تحت. نازلين مقاتلين من أول مباراة. بإذن واحد تحت. نفوز من نصيبنا بإذن الله. ولو ما فزتوا. ها؟ ولو ما فزتوا. نقدروا مكتوب بعد. هذه هي حال الكورة. محمد عبد الله رقم 3، اسامه حدادي رقم 2، سامي حمود رقم 10، فهد سعود رقم 16. وفي هذا الاحتياط في فريق نويرة عتيق فرحان يرفع اللاعب، يرفع الكرة، اللاعب حمد ابراهيم تخلص الى اللاعب عايش يعدي ينطلق عايش، اخذ الاول الى اللاعب زياد تنقطع الى اللاعب محمد القاضي، كرة عالية تتخلص الى خارج الملعب، ضربة جانبية فريق النجمة. يا سلام عليك يا عبد الاله، كانت كرة جميلة من اللاعب زياد. يا سلام عليكم اللاعبين، والله يا زياد ما شاء الله تبارك الرحمن. قلنا المهاجم الصريح لاعب النادي ومهاجم النادي ما شاء الله تبارك الرحمن. كانت كرة جملة تكتيكية خطأ فيها المدافع الأخير من فريق مغيراه، هذا اللاعب القناص ما شاء الله تبارك الرحمن يا زياد، وما شاء الله عليك عبد. وهدف يا سلام عليك يا سمعة، هدف جميل جدا والله يا فريق مغيراه. يا سلام عليك يا عبد الاله، كانت كرة جميلة من اللاعب زياد. يا سلام عليكم اللاعبين، والله يا زياد ما شاء الله تبارك الرحمن. قلنا المهاجم الصريح لاعب النادي ومهاجم النادي ما شاء الله تبارك الرحمن. فريق مغيراه اللاعب عايش، توقعنا اللاعب هذا يسجل في المباراة، ما شاء الله عليك يا عايش. كانت كرة عرضية ما شاء الله عليك يا عايش. الهدف الأول لفريق مغيراه 4-1. هل فريق مغيراه يتحرك ويجيب الهدف الثاني والثالث والرابع؟ الكرة ماذا يفعل عبد الرحمن؟ يعطيها كرة عالية إلى خارج الملعب، كان صاحي لها حارس الفريق النجمة نايف العنزي. سلام عليك، يا سلام عليك يا محمد القاضي، يا سلام عليك يا أحمد. بصراحة كانت جملة تكتيكية. يا سلام عليك يا فريق النجمة، أي إبداع وأي إبداع. أستاذ علي خلص. يا سلام عليك يا علي. ايش اسباب الخسارة؟ والله ما أدري، ممكن تكون تشكيلة، ممكن أن فريق النجم كان متأخر المباراة راح مهزوم فمضطر يفوز المباراة هذه. بس 5 ثقيلة والله. أكيد ثقيلة، عندنا هجوم احنا كنا مقفلين ورا، فاحنا ما هي مشكلة نهزم المباراة نفوز المباراة راح تبقى المباراة الأخيرة إن شاء الله نفوز فيها. مع السلامة المباراة الأخيرة. إن شاء الله يا قدة إن شاء الله. باقي مباراة إن شاء الله بإذن الله، مباراة باقية مع السلامة. بإذن الله. ما هي صعبة؟ الأمل موجود إن شاء الله. ايش اسباب الخسارة؟ والله الظروف، حاجة الظروف. ايش الظروف؟
والله جت كذا نسوي لكن ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله. يلا ابو ناصر. شهد الحبيب مبروك الفوز. الله يبارك فيك. رجعتوا للجو المجموعه والله الحمد لله يعني وخمسه وعلم غير المتصدر يعني زي ما قلنا حار لك يا كابتن. والله نقول حظوا في المغيره ما قصروا. احنا زاد التجانس عندنا على المباراه الاولى بدينا نتجانس نلعب كره تحت على الارض الحمد لله. العيال يعني طبقوا المطلوب منهم واكثر. هم اصلا ما يحتاج ينطلب منهم شيء كلهم لعيبه. الحمد لله مباراه اليوم لعبنا على الارض لعبنا بهدوء وثقه زاد التجانس والحمد لله شفت النتيجه. وما قصروا في رقم غيره وحظ اوفر لهم. خمسه قويه الحمد لله والله. يلا شلون لعبتم بسبب الفوز يعني؟ الروح الحمد لله. الشباب ما قصروا يعني كانوا متحمسين. رجعتوا لجو المجموعه كنتم منهزمين المباراه اللي طافت والحين فايزين. اي والله الحمد لله ان شاء الله تزبط معنا ونصير الاول مجموعه عشان نقابل فريق سهل. مرحبا شباب. وش به الرابطه اليوم؟ وش به الرابطه اليوم؟ والله بس في وعكه صحيه على فريقنا ان شاء الله تعدل ونبدا. يا ساتر. نرجع ان شاء الله. نايمين ومباراه بارده ونايمه وماكلين باربعه. والله فريق جمهور النجم يقولوا هيا تعال. انت شو تقولوا لهم؟ ها؟ ما سووا شيء واربعه؟ كم تبي عشان نسوي لك شيء؟ تو باقي وقت هذا هذا هو. أهم طبق سمبوسة. السمبوسة هذا شيء أكيد. وتشاور عاد. لا السمبوسة هذا شيء أكيد يعني يمكن أكثر الشعب السمبوسة عنده ما شيء أكيد. وأنت؟ الشرب. وأنت؟ السمبوسة. هذا كاس. احنا ترى مشجعين النجم جايين من تبوك والحمد لله الشباب ما يعني خيبوا املنا. أي. جابوها ان شاء الله. الشوط الأول 3. اكيد يا رب. ان شاء الله يزيدونها ان شاء الله. 6 دبل. طيب سؤال. وش أهم طبق عندك على السفرة الرمضانية؟ السمبوسة. وأنت؟ الشوربة. وأنت؟ كل شيء. أهم طبق؟ تمر. اهم شيء التمر. سمبوسة. كابتن ها بالله صوره وش ما عليك في القراوطي. ها اي شيء حلو اي شيء. اكثر باكستاني سمبوسه والله زي الراجل ده عبيط قوي. 7 علبة الكازوزة المطبقة. طبق واحد الشوربه. الكابتن أهم ما يميز الفرقة الرمضانية. الشرب يا رجال. يعطيك. السمبوسة أكيد. أكيد. أكيد السمبوسة. غيره يقول الشوربة. كم واحد تاكل؟ والله الشرب أنا ما أكلها أصلا. ما أشربها أصلا. كم سمبوسة تاكل؟ كم واحد؟ شيء قبل المغرب وشيء بعد المغرب. خطأ. قول ما شاء الله. عندهم شيء الشوربه والقيمات. طبق واحد السمبوس والشوربه. طبق واحد سمبوسة شوربة. طبق واحد الشوربه. هذه اللي مترابطات مع بعض هنا السمبوسه. والله هو لازم يكون مترابطه مع بعض اساسا يعني. نبغى أهم واحد. الشوربه خلاها. طيب لو كانت السمبوسه قريب حليت. كان حليت. تجي احلى. ما طالع اول ما طالع في الصفه اشوف الوجود ذي. سمبوسه الشوربه تكون احلى ثنتين مرتبطات مع بعض. ايوه تكون شفه ولقمه. ايوه اذا موجود احس نقص. في نقص المائده فيها نقص. والله أكيد يا طول العمر الشوربة. شيء أكيد ومؤكد. ما في كلام شيء ثاني. هذا الطبق الرئيسي يا طول. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. وأنت؟ الشوربة نفسه. نفسه؟ كلنا على الشوربة. كلكم شوربة موحدين. الشوربة. شوربة الهريسة. ليش؟ ما في تويتات؟ شيء لها من الواقع من القلب. ما قال حلا. الطبق الرئيسي. اي اهم طبق. أهم طبق الشوربة. هي اللي نعرف انه هذه لها جذور تاريخية في العلا.
الكل يفضلها، حتى أنه انتقلت إلى أكثر من منطقة من مناطق المملكة بسبب أنه حقين العلا نفسهم استطاعوا أنه ينقلوها إلى أو ينشروها في مناطق أخرى. يا دين النبي الحلاوة دي. هيا تعال. Audio Jungle. كيف حتلعب اليوم؟ نفس التشكيل اللي فات، اللي هي 2 1 في الهجوم واثنين في الوسط واثنين محاور واربع دفاع. مباراة سهلة لكم؟ والله ما هي سهلة، ان شاء الله بس نسوي اللي علينا واللي يفوز يستاهل. ناويين على اول المجموعة؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نفوز ان شاء الله. انتم اول المجموعة بتقابلوا اخر المجموعة. اخر المجموعة لا ان شاء الله خير. هذه المباراة الثانية النجمة فزنا عليه وبمشي فاز 6، احنا ان شاء الله نفوز. داخلين بثقة؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني فايزين ان شاء الله باذن الله. يلا. والله ان شاء الله قوية وان شاء الله ان فيه تغيير باذن الله ان شاء الله. تعوضون خسارة المباراة القادمة؟ باذن الله ان شاء الله. وش تكتيككم يعني المباراة اليوم؟ والله كل شيء عند الكابتن فرحان. كابتن. لا ان شاء الله اليوم. يعني اليوم؟ لا ان شاء الله اليوم كنا احسن من المباراة اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله بالخطة اليوم ان شاء الله. والله يوفقنا ان شاء الله ويوفق الجميع. انتم اخر المجموعة بتقابلون اول المجموعة. والله ما فيها شك يعني، لكن ان شاء الله مباراة اليوم تكون افضل من السابقة باذن الله. يلعب كرة تعال يا عبد الله، تتلعب تتخلص من دفاعات فريق السلام. كيتا سيطر عليها، يا سلام يا كيتا. عادل خلف في المرتدة، يلعب كرة عادل إلى مين؟ إلى ركان يلعبها تتقطع من عبد الله إلى وين؟ إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لفريق السلام على الجبلين. هدف أول عن طريق اللاعب طلال منصور أو منصور طلال يسجل الهدف الأول لفريق الجبلين يفجر المفاجأة أمام السلام. وسلامات عبد الله خلف حتى للنتيجة براسية جميلة من عبد الله، تصبح النتيجة هدف للسلام وهدف للجبلين. والحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل ضايع. ما عليه ان شاء الله الشوط الثاني تقدم. شلون جاء والله خطأ، بس ما شاء الله فريق الجبلين مغاير عن المباراة الأولى. والله أول مباراة نلعبها مع بعض. يلا جاي أحسن. والله باقي الجهد كله على الفريق، والله يعطيهم العافية ما قصروا الشوط الأول، وإن شاء الله عاد نعوض الهدف الثاني الثالث كله الشوط الثاني. يعطيك العافية. كابتن. الله يسامحك. كابتن نايف استهترتوا بالجبلين مرة، ثقة زايدة. أنا أخذت تصريح من بداية المباراة كذا كابتن، وقال إن شاء الله فايزين ما في كلام يعني، بس هي مسألة وقت بس بإذن الله. والحين إن شاء الله الشوط الثاني أفضل بإذن الله. سلطان إلى ركان سدد. الله على جمال هذه الكرة يا طلال. اللاعب ركان ملعوبة، خالد سالم ملعوبة في المنتصف، خالد يسيطر على كرته تتقطع أمامية ناحية عبد الله فرحان. عادل خلف يلعب كرة تعال. على طريق
فرقته. عادل يأتي بالهدف الثاني، عادل بالهدف الثاني يأتي. ثالث للسلام، هدف ثالث للسلام. هل يسجل باسم طلال أو باسم مين؟ البطولة فالمباراة ممتعة صراحة، يعني كفة بس باين على أن فريق الجبلين تنافس أكثر. أخذتهم الثقة الشوط الأول. لا وكمان تنافسوا شوي حتى طلع منهم لاعب. السلام قوي والكفة يعني بينهم. والجبلين ترى آخر المجموعة. والله يعني بس يعني جيدين أنا أعلمك. فاهم الخروج. ها تراهم جيدين لكن السلام متحكم وله شخصية. هذا الحي وبس. هذا الحي. فالسلام يعني هذه الحي هذه الحي ما هي. كيف اسباب الطرد؟ والله ما ادري، انا الكوره عندنا وبنستفيد منها، كلهم يحتفلون بملعبهم وانا شتها واعطاني الكرت الاصفر يقول تعلمني شغلي. اوكي لازم الكوره اللي اذا كان اللعيبه بوسط ملعبهم انا عادي من حقي اني اشوت الكوره، انا استفيد الحارس متقدم. هذه عن الاستاذ والله ما ادري. يعني انت لعبت الامام يعني انا لعبت هي وشت الكوره. هو يقول لي لا دقيقه احترم الحارس لما يرجع. الكوره شغاله بالملعب. بس ما كان انك تعترض عليه كثير لانه خصوصا ما كان اذا كان جادلت مع الحكم انا عارف بس النتيجه مقاربه، يعني كان 2-1 اجيب التعادل، انا من صالح التعادل، الهزيمه ما هي من صالحي، انا اطلع من برا البطوله بالهزيمه الثانيه. بس انت عليك كرت، يعني كان المفروض انك تكون حذر اكثر مع الحكم يعني. طيب طبيعي اللاعب يكون خاش في الجول الثاني اكيد متنرفز يعني. اذا شفت الحكم يعني خلاص متمسك برايه فالاولى انك تتجنب حتى لا تاخذ الكرت الثاني، وهذا اللي حصل معك اليوم. والله عاد قدر الله وما شاء فعل عاد، الحمد لله على كل حال. يلا خير ان شاء الله. الله يوفقك. بالتوفيق. الله يوفقك يا سعد. اسباب الخساره؟ التحكيم شوي؟ والله التحكيم يعني كان سيء اليوم؟ وش اسباب الخساره؟ معليش عذرنا الحكم، لكن الحكم ناقص الفريق وسبب لنا الخساره هذه. المفروض هو يهدي اللعب، يعني اللعيبه معليش كذا، لكن في اهداف جت كذا يعني باليوتيوب بتشوف 20 هدف جاي، اكثر من 20 هدف جاي عادي يعني. وحاله الطرد؟ حاله الطرد من الحكم، هو المفروض هو حكم المفروض يهدي اللعب، لان كذا في مباريات خطيره ما حسب لا كرت ولا يلا يعطيك العافيه. يلا يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. كاكيتا سعود الف مبروك كابتن راكان. الله يبارك فيه والله. اسباب الفوز اليوم؟ والله الحمد لله كان مجهود من العيال كاملين، ما قصر عيال، تاخرنا بهدف اول الشوط لخبط شوي بس الحمد لله قدرنا نجيبها. ممتاز. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه كابتن. الله يرحم والديك. ليش دعوه؟ ابغى الحق السر. مبروك الفوز يا كابتن. الله يبارك فيك حبيبي. كيف فزتوا؟ كيف فزنا زي ما انت شايف. بس استهونتوا الشوط الاول. اي والله. واخذتوا الثقه الزايده يعني. اي. طيب شلون كيف تحول هذا الموضوع الشوط الثاني؟ الحمد لله اللعيبه ما قصرت وكم خطا في التبديل وتصحح الحمد لله. ناويين على التاهل باذن الله؟ باذن الله باذن الله. يلا موفقين. بالكاس بعد. موفقين خير. الله يسعدك.